أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يفصلنا عن إعلان نتائج البكالوريا إلا وقت قليل. وبهذه المناسبة أدعو الله عز وجل للجميع بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. هناك بيان نقط، وهناك نتائج خاصة بالبكالوريا، وهناك أيضا بيان نقط ونتائج خاصة بالآخرة. وإذا كانت سنة البكالوريا تنتهي في لحظة معينة، فإن بيان نقط الآخرة لا يتوقف إلا عند الموت، أو ربما يستمر حتى بعد الموت. بهذه المناسبة أريد أن أوجه كلمة ليس للتلاميذ أو الطلبة الذين ينتظرون ويترقبون النتائج، ولكن رسالة إلى الآباء، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين درسوا هذا العام في السنة الثانية بكالوريا وينتظرون النتائج، أو الذين أولادهم قاموا باجتياز مباراة البكالوريا الحرة. أولا، لا يختلف أحد مع أحد بتاتا على أن أي أب في الدنيا إلا ويريد الخير لولده. والولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى معا. إذن كل الآباء يحبون الخير لأولادهم ويتمنون لهم النجاح والفلاح، بل أكثر من ذلك، الآباء يتمنون لو أن أبناءهم أصبحوا خيرا منهم. ربما لا يريد أن يكون شخص آخر في الدنيا خيرا منه، ولكن ولده يريد أن يكون خيرا منه، لأنه ولده هو مضاف إليه وقطعة منه، فنجاحه نجاح له، وفشله فشل له. ولكن رغم أننا اتفقنا على أن كل الآباء يحبون التفوق والنجاح لأولادهم، سأقول كلمة هي التي دعتني في الحقيقة إلى تسجيل هذا الفيديو. كثير جدا من الآباء، أقولها بكل أسف وبكل حزن، يبالغون في التعبير عن قلقهم على مستقبل أولادهم من الناحية الدراسية. كيف؟ عندما نسمع أن شابا قتل نفسه، انتحر، لأن النقطة التي حصل عليها في البكالوريا كانت أدنى من النقطة التي كان ينتظرها أبواه. عندما نسمع أن شابا بعدما رأى مباشرة أنه رسب ولم ينجح في امتحانات البكالوريا، ذهب مسرعا، وقف وسط الطريق في وقت الذروة المرورية لتدهسه سيارة فيموت فورا. عندما نسمع أن فتاة في عمر الزهور شربت سم الفئران بعد الصدمة التي حصلت لها عندما وجدت أنها لم تنجح في البكالوريا، عندما نسمع أن فتاة لم تبت في بيت أبيها خوفا من أبيها بعدما أعلنت النتائج ووجدت أنها لم تنجح، عندما نسمع أن شابا تناول المخدرات أو شرب الخمر
لكي يحاول نسيان الصدمة ويتناسى كونه لم ينجح في البكالوريا. عندما نسمع كل هذا وغيره وغيره فإننا يجب أن نتوقف قليلا، يجب أن نتوقف ونراجع مجموعة من المفاهيم، من بينها وهذا هو المفهوم الذي أراه أهم المفاهيم هنا وفي هذه اللحظة، مفهوم حب الأب لولده. هل يمكن أن يؤدي الحب إلى الموت؟ هل يمكن أن يؤدي الحب إلى شلل نصفي؟ هل يمكن أن يؤدي حب الأب لولده أن يصاب الولد بصدمة نفسية يعاني من نتائجها حياته كلها؟ هل يستحق هذا الحب أن يسمى فعلا حبا؟ أتمنى من الآباء أن يستوعبوا شيئا، وهو أن الحب الحقيقي والحب الراقي والحب في أصله إنما هو رحمة كله وشفقة كله وعطاء كله واستيعاب كله واحتضان كله وتفهم كله. هذه المعاني للأسف تغيب عن كثير جدا من الآباء في مثل هذه المواقف بالضبط وبالخصوص. لنطرح سؤالا: أي سعادة سيحس بها الأب عندما يسمع أن ولده قد قتل نفسه بسبب صدمته من نتائج البكالوريا؟ أي سعادة سوف تحسها الأم عندما تعرف أن ابنتها قد وجدت في مكان أستحي من ذكره بسبب خوفها من أهلها، بسبب النتائج التي حصلت عليها في البكالوريا؟ الذي أريد أن أوصله هنا هو أنكم يا معشر الآباء المحترمين مسؤولون مسؤولية كبرى على هذه الكوارث التي تقع لكثير من الشباب، ويجب أن تعترفوا بهذه المسؤولية، وإنكارها لن يحل إنكار المسؤولية هذه الكوارث، ولن يمنع حصولها مجددا. يجب أن نعترف بها. أنا أتفهم جيدا أن الأب الذي يسهر ويسهر ويكد ويتعب ويشقى ولا يرد طلب ولده على الإطلاق فيما يخص الدراسة من أجل هدف واحد، وهو أن يرى ولده من المتفوقين ومن الناجحين، وأن لا يجد صعوبة في ولوج المعاهد العليا وما يسمى بجامعات وكليات القمة، وأن لا يجد صعوبة بعد ذلك في التوظيف وفي الحصول على عمل، وأن لا يجد صعوبة في بناء بيته والزواج وتربية الأولاد، وأن يستقل بذاته من الناحية الاقتصادية. أنا أتفهم كل هذا،